صباح الخير يا شباب. انا لسه صاحي دلوقتي. النهارده السبت، مفيش شغل في المستشفى، بس في تمرين. زي ما انتوا شفتوا خدنا الويكلي ابديتس بتاعتنا. انا بحب اخد الويكلي ابديتس يوم السبت، اشوف شكلي عامل ازاي، التقدم عامل ازاي. ليه يوم السبت؟ عشان ده اليوم اللي الناس كلها بتقول فيه انا هبتدي دايت من يوم السبت، بس محدش بيبتدي ولا عمره بيبتدي. بس انا بحب انا بحب اخد التشيكنز يوم السبت يعني. عامة هنعمل وجبة الفطار دلوقتي، وبعدين هنقعد وهنتكلم عن دايت ال PMSF. طيب يا شباب، عندنا هنا 150 جرام شوفان مش 120، وهنا 5 بيضات مش 4 بيضات. الموزة هناخد سكوب واي، هنحط البيضة على النار. في هنا رشة زيت زيتون. ليه 150 مش 120؟ عشان النهاردة أنا هعمل زي ميني ريفيد أو ريفيد صغير، عشان أنا لسه واخد التشيت ميل بتاعت الأسبوع يوم الخميس اللي فات، اللي هي كانت أول امبارح، وكانت تشيت ميل كبيرة مش صغيرة، كانت بالظبط 2200 سعرة. ومع ذلك صحيت النهاردة وزني نازل نص كيلو، وظهري زي ما انتوا شفتوا في الابديتس فلات، فاضي شوية. فانا عايز احافظ على البروجرس بتاع ظهري، هزود الاكل ده. غير كمان ان النهارده يوم تمرينة ظهر وبايسبس. وانت عاوز تشوف الشيت ميلز ده باكلها، وتشوف بقى الكلام ده كله، وتبقى يعني ابديتد دايما. يعني ما تنساش تعمل فولو على الانستجرام. يعني انا دايما بسيب اللينك في الديسكريبشن، بس تقريبا محدش بيشوفه. لكن عشان انا طلعت من كي جي 1 اديتنج وبقيت في كي جي 2 دلوقتي، فانا هحط لكم الانستجرام بتاعي قدام وشك هنا على الشاشة يعني وانت بتتفرج. وهحط لكم برضه انستجرام كريم. ولو انت مش عايز تعمل لي فولو ما تعمليش، بس اتاكد انك تعمل فولو لكريم، علشان كريم بيحضر للبطوله. فلو انت مش مهتم قوي بحياه الاوف سيزون، دي حاجه يعني مش طبيعيه، بس هي حاجه كومن سنس شويه. شيء طبيعي ان تحضيرة البطوله بتكون مور اكسايتنج وفيها حماس اكتر، بس اعمل فولو كريم يعني علشان تشوف على الاقل الدنيا عامله ازاي معاه وهيعمل ايه ان شاء الله. اوكي، هنقوم جايبين معلقه سكر دايت، وانزل على البيض يا معلم. دي بقى نقطة ليك انت، تمام؟ انا هنا بستعمل مش واي بروتين، يعني مش مستخلص من الحليب، بستعمل بيف بروتين، او اللي هو بيبقى مستخلص من البيف، من اللحمة. فرق في الامينو اسيد بروفايل او في الاحماض الامينية اللي موجودة المركبة جوه المنتج يعني، لكن كعضلات مفيش فرق قوي. طب ليه انا بستعمل ده؟ مدرب قال لي انه كويس قوي انك تزود من اللحمه الحمراء في الاوف سيزون، وانك تاكل لحمه حمراء كتير. دي طريقته هو، اولد سكول، مدرسه قديمه. ممكن تكونش انت مقتنع بالكلام ده. انا بحب يعني مادام الموضوع مفهوش كلام غلط، بحب اسمع الكلام وخلاص. ف بستعمل ده بدل ما اكل مرتين مثلا لحمه حمراء في اليوم، لان هضمها بيبقى تقيل وصعب. فانا بضطر ان انا اقوم واكل، بدل ما اكل مرتين لحمه حمراء بقوم واكل مره، واخد من ده مرتين، مره بعد التمرين ومره الصبح. طيب ليه مثلا ما اقدرش اكل اللحمه مرتين زي ما قلت؟ بس ده حاجه ترجع لي انا، علشان الهضم بتاع اللحمه الحمراء بيتعبني شويه، بيطول، فبحب اخدها في اخر وجبه في اليوم وخلاص. اما بقى ليك انت، حاجه ليك انت، بوينت ليك انت. مفيش فرق في السوق على الاقل في اوروبا. معرفش لو في مصر في فرق ولا لا، ممكن كريم يجاوبكم على السؤال ده. مفيش فرق في السوق في اوروبا بين سعر الواي بروتين والبيف بروتين. فلو انت عايز تدخل لحمه حمراء بس مستغلي سعرها، ممكن تشتري المنتج ده، ويبقى هو يعتبر كأنك بتدخل لحمة حمراء، لأن هو مستخلص من اللحمة الحمراء. طب يا جماعة، ده الفطار أهو جاهز.
انا بحب احط البيض على الشوفان. هي ممكن تكون حاجة غريبة، بس لما بحط عليه معلقة سكر دايت وبحط فوقيه الموزة ورشة ملح، الموضوع بيبقى جميل قوي، بالذات مع طعم الفانيليا بتاع البروتين. والكرياتين طبعا موجود جوه، الجلوتامين بتاعي موجود جوه، يعني نفس الحاجة بتاعت كل يوم، مفيش أي تغيير. آه، طبق ما شاء الله هينفجر النهاردة عشان الشوفان زيادة شوية. فأنا هاكل، هتفرج على التلفزيون، وبعدين نقعد نتكلم عن ال PSMF. PSMF Protein Sparing Modified Fasting، ده معنى PSMF. تمام. نوع من انواع الدايت زي كل مضادات الدايت اللي طلعت جديد، منها الكيتو، منها الكارب سايكلينج، منها انك انت تعمل الانترميديت فاستنج او اللي هو الصيام المتقطع. طيب معظم الكلام العلمي بيقول ايه، او تحسب الماكروز بتاعتك بتاعت البي اس ام اف ازاي، او ايه هو الدايت اصلا؟ الدايت هو ببساطة شديدة انك انت بتاكل بروتين بس، ما بتاكلش حاجة تاني غير بروتين وشوية خضار، ومش أي خضار، خضار معين اللي هو بيكون high volume low calorie dense vegetables. يعني بتكون حاجات زي الأوراق، زي الخس، زي الخيار، زي السبانخ، وبس. يعني أي حاجة خضرة، يا إما ورق يا إما خيار. وده ببساطة علشان بس يسهل عملية الهضم ويزق الأكل، لما غير كده انت ما بتاكلش أي حاجة تانية. أحسب الماكروس بتاعتي ازاي؟ انت ببساطة هتجيب وزنك بالكيلو، هتضربه في 4. انت وزنك 70 كيلو، هتاكل 280 جرام بروتين في اليوم. كمية كبيرة جدا، مش صغيرة لواحد وزنه 70 كيلو. وبالنسبة للكاربس والفاتس هتاخد 0.2 جرام، 0.2 جرام لكل كيلو من جسمك. انت وزنك 70 كيلو، هتاخد 14 جرام كربوهيدرات و14 جرام دهون بس في اليوم. طيب هل ده معناه ان انا هوزن مثلا 14 جرام زيت زيتون وهاكل حوالي 50 جرام رز في اليوم؟ لا، مش كده. ليه؟ علشان انت لما بتاكل فراخ وبتاكل لحمة، الحاجات دي بيبقى فيها دهون، فانت مش بس هتعاني في انك انت ما بتاكلش حاجة غير بروتين، لا، ده انت كمان هتضطر تعاني في حتة انك انت تختار مصادر البروتين بتاعتك. علشان في حاجات زي اللحمة الحمراء مثلا فيها نسبة دهون عالية قوي لكل 100 جرام، مقارنة مثلا بالفراخ، او مقارنة مثلا بالديك رومي، فانت او التركي يعني. فانت بالتالي هتضطر انك انت تنوع في البروتين بتاعك، او تنوع البروتين بتاعك هيكون محدود جدا، وده برضو حاجة مش كويسة. الكربوهيدرات ال 14 جرام دول ببساطة، يعني ببساطة هما بيحددوا لك كمان الخضار اللي انت هتاكله. يعني مش معنى انك انت هتاكل خيار بس، وال 100 جرام خيار فيهم حوالي 9 كالوريز، انك انت بقى ايه تدوس بقى وتاكل نص كيلو خيار مع كل وجبة. لان نص كيلو خيار هيطلعوا لك ب 50 كالوري بس. لا، الموضوع مش كده. انت على مدار اليوم كله هتدخل 14 جرام كربوهيدرات من الخيار، فانت حرفيا على اخر اليوم هتلاقي نفسك مش واكل حاجة غير 3 4 خيارات. طب ده كلام جميل اوي يا بودة، مش بقى على الموضوع ده قد ايه؟ الموضوع ده انت هتمشي عليه لمدة من 6 ايام ل 13 يوم متواصلين. من 6 ايام ل 13 يوم متواصلين. وبعد كده هتاخد يوم واحد، لو هما 6 ايام هتاخد يوم واحد، او لو هما 13 يوم هتاخد بعد 13 يوم يومين هاي كارب دايز ريفيد كبار قوي. الكاربس بيكونوا محسوبين ازاي؟ في مدارس كتيرة، مفيش حاجة يعني او حد مثلا طلع حاجة معينة لازم تلتزم بيها، بس في كلام كتير انه انت هتاخد كمية الكاربز اللي انت عادة ممكن تاكلها في يوم واحد، وهتضربها في 2 أو في 3.
يعني مثلا لو واحد بياكل 200 جرام كارب في الدايت العادي بتاعه علشان يحافظ على وزنه، هياكل في اليوم اللي فيه ده 400 جرام كارب او 600 جرام كارب، وهيرجع تاني بي اس ام اف. طيب مين المفروض يعمل بي اس ام اف، او البي اس ام اف ده مناسب لمين؟ مين اللي ممكن يعمله؟ انا في اعتقادي الشخصي البي اس ام اف ده مش مناسب لاي حد، ايا كانت حالته ايه او ايا كان هدفه ايه. ليه؟ لانك انت ببساطه مش محتاج او مش مضطر انك انت تنزل لكميه الكالوريز الواطيه جدا دي علشان توصل لهدفك. حتى لو انت بتحضر لبطوله، حتى لو انت في اخر اسبوع في البطوله، ممكن تمشي في اخر اسبوع في البطولة او اخر فترة في البطولة زيرو كارب. زيرو كارب دي حاجة ناس كتير قوي بيضطروا ان هم يعملوها لو هم بيحضروا البطولة، مفيش اي مشكلة في الكلام ده. بس هتلاحظ ان في كمية فاتس موجودة في الدايت بتاعهم، يعني بيقلبوا كيتو نوعا ما. ممكن اقول لك ان الكيتو بيبقى دارج اكتر، او في ناس بتستعمله اكتر، او ممكن يكون مناسب لناس اكتر. انما كبي اس ام اف لا في كاربز ولا في فاتس، فانت انت يعني انت عايش على ايه؟ فاهم؟ مفيش اي مصدر من مصادر الطاقة، مفيش جلوكونيوجينيسيس بيحصل في الكبد، ان هو بيحول الدهون لطاقة ل ATP، والعكس ما بيحصلش. لانه برضو انت ما بتدخلش كربوهيدرات، فما يقدرش يخزن جلايكوجين في الكبد. فالموضوع ده سيء جدا. ده غير كمان ان هو ليه اعراض جانبية هقولها لكم دلوقتي. من اعراضه الجانبية انك انت هتحس بدوخة وزغللة، وهتحس انك انت ضعيف، يعني مش قادر، بتبقى قاعد مش قادر او تعبان طول الوقت، بتنام بتصحى من النوم تعبان، ما بتعملش ريكفري نهائيا. دي كلها حاجات دارجة مع البي اس ام اف. طبعا في حالات شاذة او ناس ممكن مثلا تكون جيناتها يعني هم كده، جربوه ونفع معاهم، بس دي كيس واحدة من ناس كتيرة. فأنا لما باجي أشرح حاجة أو باجي أقول لك على حاجة، أنا بحكي لك من منطلق عام. يعني مثال تاني، مثلا مش ناس كتير قوي هتبقى الميتابوليزم بتاعها زيي في الوزن بتاعي أو في الحجم بتاعي وهتبقى بتاكل كمية الأكل دي، بس أنا بس بديك مثال. نرجع تاني لموضوع البي اس ام اف. هتحس بدوخة، بزغللة، بعدم تركيز، كل الكلام ده دارج. ايه تاني ممكن يحصل؟ هيحصل لك الكترولايت امبالانس، يعني عشان انت ما بتاكلش اي كربوهيدرات واي دهون، فبالتالي الصوديوم بتاعك قليل جدا. الدايت بتاعك ما فيهوش صوديوم نهائيا تقريبا، غير البروتين اللي انت بتاكله. فبالتالي انت هتخسر البامب او النفخه اللي في العضلات، لان العضلات هتبتدي انها تنزل ميه، وانت جسمك كله على بعضه هينزل ميه كتير قوي، وهيحصل لك خلل في الالكترولايتس، او مش عارف ايه الالكترولايتس بالعربي، بس هيحصل لك خلل في الالكترولايتس. طيب اعوض الموضوع ده ازاي؟ انسى بقى كل حاجه انت اتعلمتها او انت عارفها عن الالكترولايتس وعن الميه وعن تشرب قد ايه وتاكل قد ايه والكلام ده كله، والملح قد ايه. ليه؟ علشان انت دلوقتي بتعمل حاجه شاذه، فعشان تعمل حاجه شاذه لازم تعالجها بطريقه شاذه. فعلشان تعالج الموضوع ده، كان كريم اتكلم قبل كده انك انت لما تزيد عن 5 أو 6 لتر ميه في اليوم، انت حرفيا ممكن يحصل لك ووتر توكسيسيتي يعني مشاكل من الميه والكلام ده. هو كلامه مظبوط، بس انت لما تيجي تعمل حاجه زي كده، انت هتاخد كل 10 كيلو من جسمك وهتشرب قدام كل 10 كيلو لتر ميه. يعني انت لو وزنك 70 كيلو هتشرب 7 لتر، وزنك 80 كيلو هتشرب 8 لتر، وزنك 90 كيلو هتشرب 9 لتر ميه في اليوم. تمام؟ وايا كان وزنك بقى هو ايه، فوق ال 90 كيلو مش هتزيد عن 9 لتر، عشان بس نبقى متفقين. يعني وزنك 100، 105، 110، 120، 150 كيلو، مش هتزيد عن ال 9 لتر ميه في اليوم. طيب ده بس اللي انا هعمله؟ لا، الاكل بتاعك لازم هتوزن الملح بتاعك. هتدخل مش اقل من 7 جرام، من 7 ل 8 جرام ملح في اليوم. هتحط على الاكل بتاعك او البروتين اللي انت بتاكله 7 ل 8 جرام
ملح في اليوم. هتاخد supplements زي بوتاسيوم. ليه؟ لانك انت لا بتاكل موز ولا بطاطس ولا سبانخ بكميات كبيرة، ولا بتاكل اي حاجة من الحاجات اللي هتديك بوتاسيوم اللي هي مهمة لتنظيم ضربات عضلة القلب. فممكن يحصل لك امبالانس في الالكترولايتس، وممكن يبقى سيفير لدرجة انك انت يحصل لك اريثميا او خلل في نبضات القلب بتاعك لو استمريت عليه فترة طويلة جدا. فهتضطر انك انت تاخد كمان مكمل بوتاسيوم. طيب هحتاج اخد كمان مكملات ايه؟ هحتاج ان انا ادخل اوميجا 3 فاتي اسيدز، هحتاج ان انا ادخل فيتامين بي، فيتامين سي، فيتامين دي، فيتامين اي، فيتامين اي. هتضطر انك انت تدخل كل حاجة من الفيتامينات، ومش مالتي فيتامين عادي، لا انت تحتاج انك انت تدخل حاجات بجرعات اعلى من الريكومندد. ليه؟ لان الجرعات الاعلى من الريكومندد دي سوري، الجرعات اللي هي الريكومندد او الجرعات المطلوبه منك انك انت تدخلها، هم بيبقوا كاتبين الجرعه حاطين في اعتبار انك انت ماشي على بالانسد دايت، او حتى هم بيبقوا كاتبين على العلبه this supplement is not to replace or to be an alternative to real food او to a balanced diet. فانت لازم تكون الدايت بتاعك في كل المصادر الغذائيه، وبعدين ده بيكمل لك احتياجك. فانت لما تكون اوريدي ما عندكش المصادر دي داخله في احتياجك اليومي، انت مضطر انك انت تعلى بالجرعات شويه. كل واحد مختلف في الفيتامينات، ما اقدرش اقول لك جرعه الفيتامين ده هتاخد منه قد ايه. كل واحد على حسب وزنه، وعلى حسب طوله، وعلى حسب تمرينه، وعلى حسب احتياجه، وعلى حسب هو اصلا عنده ديفيشنسي ولا لا. يعني لما يجي واحد هيبتدي بي اس ام اف وهو اصلا عنده نقص في فيتامين د مثلا وما كانش بياخده قبل كده، ما اقدرش اقول له خد 5000 ايو في اليوم، لانه اكيد هيحتاج اكتر من كده. ده مثال. فانت من الاخر كده هتحتاج انك انت تكون مستثمر فلوس في صيدلية كاملة عندك في البيت، انك انت تشتري كل المكملات دي علشان تقدر انك انت تتفادى السايد افكتس بتاعة الدايت البي اس ام اف ده. غير كمان انك انت هتضطر انك انت تعاني من جوع شديد، من نفسية زبالة، من حاجات تانية كتير يعني. طيب دلوقتي بالنسبة للناس العادية، مثلا ناس زي أبويا، أبوك، والدتك، أيا كان، ناس كبار في السن عايزين يعملوا النظام ده علشان بيخسس بسرعة والكلام ده، منصحش بيه تماما 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 تماما. ولو هم بيفكروا فيه وسألوك عليه، منصحش بيه تماما. ليه؟ اول حاجه خلينا نكون متفقين، مش عايز حد يزعل او يتضايق من كلامي، بس خلينا نكون متفقين انه عاده، مش كل الناس علشان بس محدش يتضايق، عاده اي حد يعني سنه في فوق ال35، في ال40، في ال50، كل الكلام ده بيكون، وبالذات بقى احنا كعرب، بيكون عنده ضغط عالي، عنده مشاكل في القلب، ممكن يكون عنده مشاكل في الكلية، ممكن يكون عنده مشاكل تانية صحية زي مثلا الديابيتيز أو السكر، سواء كان هو درجة أولى ولا درجة تانية، ومشاكل تانية كتير. احنا ذكرنا ان انت هتضطر انك انت تستعمل جرع او جرعات غبية جدا من الملح. فتعمل الموضوع ده ازاي واذا انت واحد مريض ضغط او عندك ضغط؟ ما ينفعش. ده غير كمان ان كمية البروتين اللي انت المفروض تاكلها يعني مش ماشية تماما مع حالتك الصحية، اذا انت مريض ضغط او مريض قلب او مريض كلى. ف it's unlogic. دي اول حاجة. تاني حاجة، طب مريض السكر، ما دي حاجة كويسة. ليه؟ لان هو هيبقى بيحافظ على مستوى السكر عنده في الدم وبلا بلا بلا. ماشي، هو محافظ على مستوى السكر عنده في الدم في ال6 ايام ل13 يوم اللي هو ماشي فيهم بي اس ام اف، بس بعدين هيفتح فتحة محترمة. يعني هيفتح مثلا، هيقوم واكل، لو خلينا نفترض 400 جرام رز في اليوم، 400 جرام نت كارب في اليوم، دول هيطلعوا حوالي 1500 جرام رز مثلا. فانت تخيل واحد مريض سكر او
عنده تايب 2 دايابيتيز او تايب 1 دايابيتيز او ايا كان، ماشي على دايت ما بياكلش فيه اي نوع من النشويات، وفجأة قام فاتح 1.5 كيلو رز. فكده هيحصل له خلل ولعب وشوتنج اب في الشوجر ليفلز، وهيطلعوا وهيرجع ينزل تاني. فدي برضو حاجة مش كويسة. طب ايه الأصح؟ الأصح انك انت من البداية تمشيه على جدول غذائي فيه كمية كربوهيدرات مناسبة او نشويات مناسبة لحاجته هو، لطبيعة عمله، لحركته، اذا كان بيتمرن، اذا كان بدأ يتمرن ولا ابتدى ولا ما ابتداش يتمرن، وتقيس له السكر باستمرار او بطريقة منتظمة، وتخلي النشويات اللي هو بياكلها بعيدة عن فترات قبل النوم وفترات الصبح بدري. علشان الصبح بدري طبعا انت كبودي بيلدر انت مضطر انك انت تدخل كمية نشويات عالية علشان انت بعد كده هتروح تتمرن، وكل الكلام ده احنا فاهمينه كويس. انما لو هتتكلم في طريقة علمية مثلا، او في طريقة علاج واحد مثلا مريض سكر، يستحسن ان هو يبعد عن النشويات الصبح. طبعا مش كل المدارس او مش كل الانظمه الغذائيه كده، يعني في ناس طرقها ان هي عادي تدي النشويات الصبح، لكن في ناس بتقولك انه علشان انت كنت نايم فتره طويله وصايم فتره طويله، وبعدين صحيت من النوم وانت اصلا مريض سكر، فالانسولين عندك ما بيتفرز بسهوله او بطريقه او ما بيتفرز عندك بكفاءه عاليه. فبعد كده انت لما تيجي تدخل اي نوع من انواع النشويات، الانسولين عندك هيرتفع جامد، او مش هيرتفع جامد بقى لان هو ما بيتفرزش بكفاءه عاليه، بس سكر الدم هيرتفع بطريقه اكبر من انك لما انت تكسر صيامك او الصبح تاكل حاجه فيها دهون مع شويه بروتين. ده هي شويه شويه هيبتدي ان هو يعلي سكر الدم وليفل الانسولين، وبعدين تبتدي تدخل نشويات بعد كده على مدار اليوم. فده هيكون حاجه مناسبه اكتر لواحد عنده الحاله دي. فبس ده كان فيديو النهارده عن البي اس ام اف. فيديو سريع كده مفيهوش اي حاجه، يعني الواحد قاعد في البيت، مش هوريكم حاجات كتير اوي النهارده. لسه مصور لكم تمرينة ترايسبس وصدر، لو مشفتهاش روح شوفها. يعني احنا مبسوطين جدا جدا من الدعم بصراحة، انا وكريم 400 وكسرنا 400 سبسكرايبر. القناة بقالها شهر بس، فدي حاجة كويسة، بس احنا دايما يعني عايزين زيادة، وبنطمح يعني ان احنا يعني نوصل لحاجة احسن وافضل. وده كله طبعا انك انت تعمل سبسكرايب، وانك انت تعمل لايك للفيديو. وزي ما انا رديت على الشخص المحترم اللي طلب مني الموضوع ده وعملت فيديو عنه، اللي هيطلب مني حاجة الفيديو اللي جاي هصورها برضو. فما تنساش تسيب كومنت تكتب فيه اي حاجة انت عايزها، حاجة حلوة، او تطلب مننا طلب، واحنا ان شاء الله انا او كريم هنحاول ان احنا نعمله في اسرع وقت ممكن. وبس نشوفكم الفيديو اللي جاي.